قال منير غانم مدير أعمال المغني الشعبي سعيد بودلحوات إن هذا الأخير انفصل عن وفاء زوجة البرلمان الراحل عبد اللطيف مرداس سنة 1993 بعد 9 أشهر من الزواج. مدير أعمال بودلحوات كشف بعض الأسرار التي تخص طليقة المغني الشاب، مبرزا أن وفاء كانت ربة بيت ولم يسبق لها الاشتغال رفقته في المجال الفني كشيخة عكس ما روج له البعض. وأوضح منير غانم أن طليقة ولد الحوات تنحدر من مدينة الدار البيضاء وهي من عائلة محافظة ومعروفة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء انفصالها عن ولد الحوات يرجع إلى بعض المشاكل العائلية التي وضعت حدا لعلاقتهما. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن اعتقلت يوم الجمعة الماضي زوجة الراحل مرداس بهدف التحقيق معها في قضية مقتل النائب البرلماني بعدما تبين أنها على علاقة مع هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة القتل.